مسا الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس، وان شاء الله راكم تجوزوا في اوقات جميله. صحه فطوركم وربي يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وسائر اعمالكم. كما كنتوا تشوفوا خواتاتي جيتكم بهذه الوصفه تاع البقلاوه. دائما نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. نروحوا مباشره للمقادير تاع العجينه. كيفاه نبداو نخدموها. كما كنتوا تشوفوا انا جبت هكايا هكا طبسي كبير. وحنبدا نخدم في هذه العجينه تاع البقلاوه. انا استعملت هذاك العبر اللي كنت تشوفوا فيه تاع هادوما ليمول تاع 6 ب20. وحنبدا نغربل هنايا 3 كيلات تاع الفرينه، والكيله الرابعه حنخلطها نص مايزينا ونص فرينه. كما كنتوا تشوفوا هنايا العبر تاعي تقريبا ممسوح، ماهوش بومبي. انا السنيوه اللي حنستعملها ماهيش بزاف كبيره. نتوما اذا كنتوا تستعملوا سنيوه كبيره ضعفوا الكميه ولا المقادير. وكما كنتوا شفتوا هذيك يعني مغرفه صغيره تاع لافاني مع رشه خفيفه تاع الملح. كما كنتوا تشوفوا نخلطوا كاعتين هذوك المكونات مع بعضهم هكا باش هذيك المايزينا تخلط مليح مع الفرينه. ونبداو هنايا نوجدوا السمن تاعنا. كنت انا استعملت هنايا خليط بين السمن والمارغرين. مارغرين التوريق، انا استعملت هنايا سمن مدينه ومارغرين التوريق صالحه. كما كنتوا تشوفوا هنايا هكا البنات كانت دايبه مليح وكانت بارده. استكسرت عليها حبه تاع البيض كانت صغيره في الحجم تاعها. وحنستعمل يعني هاد الخطوه اللي راكم تشوفوا فيها. رشيت هنايا بالماء زهر هكا باش هذاك العجين تاعي ما يجيش فيه الحبيبات ويجيني ليس. بعد اللي كنت رشيت رشه لاباس بها من الماء زهر. اسمحوا لي هنايا طولت ولا عفوا كنت سرعت في الفيديو لانه ما حبيتش نطول عليكم في هذه المرحله سهله. ونكمل. قلت لكم البنات نطم العجين تاعي هذاك بالماء. بعد اللي كنت يعني درت له رشه لاباس بها من الماء زهر. هكا نديرو فوق سطح العامل العجين تاعي. ما لازمش يكون يابس بزاف كيما ما لازمش يكون مطلوق. هكا من بعد كي نجيو نطلقوه ما يتعبناش. نعجنو قلت لكم 10 دقائق وبعدها نقسم العجين تاعي. انا حنديرو على 12، حندير 6 طبقات من تحت و6 من فوق. انا كنت وجدته ليله من قبل وغدوه من داك عملت عليه، ولا تقدروا توجدوه الصباح ولا العشيه تبداو تخدموا فيه. هنا البنات انا مانيش حنستعمل آلة التوريق، حندير مباشره يعني نورق الحبات تاعي ولا هادوك الكويرات تاعي تاع العجينه تاع البقلاوه قاعدين على مره واحده. كنت درت معكم الخطوه في البقلاوه بوصفه اخرى. اذا كنتوا تحبوا تشوفوا الوصفه الثانيه نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. وهذه هي البنات كما كتشوفوا هنايا نحل قاعدين العجينه هذيك اللي راكم تشوفوا فيها هنايا هاي لك قدامكم. هكا نرش يعني كل عجنه نرشها بكميه لبس بها من المايزينا هكا باش من بعد كي نفتح هذوك العجنات على سمك رقيق يعني ما يلصقوليش على بعضهم. كما كتشوفوا هنا يا خواتاتي نكمل قاعدين الخطوات. وبعد اللي كنت كملت قاعدين هذاك العجين كنت سنيوه تاعي درتها كدهنتها بشويه سمن اللي كان دايب. وحنبدا هنايا نورق فيها. كان نحي في الورقات هذوك كل ورقه وحدها، وكل ورقه نحطها يعني نمسح ندير لها هكا كميه من السمن اللي كان يعني دايب وبارد. البنات ضروري يكون بارد هكا كي حتى نكمل كاع 6 طبقات الاولين. وبعدها هنايا حنبدا نوجد هذاك الحشو معاكم. بعد اللي كنت يعني رحيت الكاوكاو وكنت حمصته مليح. نزيد عليه هنا استعملت 3 كيلات تاع الكاوكاو. تقدروا تستعملوا اي نوع من المكسرات اللي تحبوا. زدت عليها كيله كامله تاع السكر. وكما كتشوفوا هنايا درت لها كميه لبس بها من القرفه. وحنزيد عليها هكا واحد 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع السمن اللي كان دايب. ونبدا نخدم على هاد لافارس تاعي. كما كتشوفوا هنايا البنات قلت لكم يعني هنايا ضروري هاد الخطوه لازم تكونوا وجدتوا هذوك المكسرات تاعكم اللي راكم حين تخدموا بيهم. ومباشره غير تكملوا الطبقات الاولين. تبداو يعني برك لافارس هذيك ديروا لها مزهر. كما كتشوفوا هنايا كنضيفوا بشويه المزهر حتى نتحصلوا على العجينه اللي انا حابينه. كما كتشوفوا هنايا هاوليك هذا هو القوام
ولا عفوا تاع العجين ولا لافارس هذيك اللي راح نحشو بها هاد البقلاوه. هاوليك قدامكم نبدا هكايا نحاول نستفو هكا مليح ونعطيلو القوام اللي لازم. بعد اللي كنت ستفتو مليح هنايا البنات حنبدا هكا نزيد نكمل نفس الخطوات نحل الورقات هذوك السته اللي بقاو لي. ونبدا هنايا كيما كنتو تشوفوا هنايا نزيد نغطي هذاك هذاك يعني الوجه تاع هذيك العقده ولا لافخس اللي كنا درناها تاع البقلاوه. وضروري هنايا البنات كنت نسيت ما قلت لكمش هذه الخطوه بالنسبه يعني اخر ورقه من يعني في الطبقات الاولين هذوك السته اللي كنا درناهم اللي نكونوا حنديروا فوقها لافخس. لازم ما نديروا لهاش سمن، نحطوا مباشره فوقها لافخس. وهنايا نكمل قلت لكم كل طبقه ندير لها نورقها ندير لها هكايا كميه من السمن حتى نوصلوا للطبقه الاخرى. الطبقه الاخرى ضروري ما نديرولهاش يعني مباشره سمن. حندير هاد الخطوه كيما كتشوفوا هنايا قدامكم البنات. يعني برؤوس الاصابع تاعي نحاول نضغط مليح على الاطراف تاع هذيك البقلاوه. وبعدها مباشره نجيب غير هنايا نجيب الموس ونبدا نقطع هكايا. لازم تخلوا هكا الاطراف كيما خليت هكا البنات باش تعرفوا يعني البقلاوه تاعكم كي طيب لكم. كنت قطعتها هكا بشكل مربعات. انا المول تاعي خرج لي 30 حبه. كيما كتشوفوا قطعتها بشكل مربع. استعملوا مسطره ولا يعني تقدروا ديروا غير يعني مباشره هكا غير يعني ورقات. ديروا شحال راكم حابين تقطعوا هاد البقلاوه تاعكم الحجم تاعها. هاد الخطوه ضروريه تاني البنات كي تجوا ترشقوا حبه اللوز ولا الكاوكاو تاعكم. ديروا لها هكا غير تقبه صغيره هكايا كيما كتشوفوا. ورشقوها هكا باش ما تغسلكمش البقلاوه تاعكم. انا بعد اللي كنت كملتها كنت هكا درت لها السمن. وقول الفور تاعي كان سخون دخلتها طابت هاي لك مباشره قدامكم. حندير لها العسل تاعي اللي كان بارد. انا استعملت نفس الكميه تاع المكسرات. يعني نفس الميزان. كانت عندي 750 غرام تاع المكسرات تاع الكاوكاو. مقابله ليها 750 غرام تاع يعني العسل. انا كنت استعملت العسل اللي نشروه من برا. كنت خلطته مع تاع الدار هكا باش يجيني بزاف بنين. نخليها هكا تبات ليله كامله حتى تشرب. هذا هو الشكل النهائي تاعها. البقلاوه تاعي بعد اللي كانت وجدت شوفوا شحال خرجت شابه وبنينه. ان شاء الله الوصفه تنال اعجابكم. نتلاقاو في وصفات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله.